لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وصل نهائي 2017 وكان في ثالث مجموعته في 2016. كرة خطيرة جوه منطقة الجزاء، لعبة عرضية والتسديدة وجول. جول اليو ديونج. يا وابتدى المشوار. اول الغيث قطرة وتسديدة صاروخية من اليو ديونج. سليمان والتحرك مفيش اجمل من كده، ضربوا خط الظهر وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان النهارده مش بس بتاع الاجوان ولكن بتاع التمريرات، الدليفري الاسيست يحطها وهنشوف قطايف ولطايف. وادي مره تانيه وجول. جول 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 وليد سليمان. وليد سليمان بتاع الاجوان بيحط تاني الاهداف لمصلحة النادي الاهلي في الدقيقة 37 ولسه ما خلصتش جوفري، لكن مرة تانية ريان. وادي المصطفى موسى وركب طبعا خطأ جوه المنطقة زيه زي اي ثالث. داخل بدر داخل بدر داخل بدر وبوم بوم بوم بيسجل الهدف الثالث لمصلحة النادي الاهلي. بوم بوم. كرة امامية، اليو ديانج بيعمل تمريرة حلوة وجول. بص شوف الحكاية، ادي الكرة من اليو ديانج والمرات يمشي بالكرة يوصلها هاني. هذه خطيرة وبالراس والهدف الأول. هذه خطيرة والهدف الأول عن طريق مجدي أفشة في الدقيقة 57. أفشة يختتمها ويفتتحها. الأفشة يفتتحها في 2021 أخيرا بعد أكثر من 10 محاولات. الإطار وهنا كرة في الإطار وهنا كرة كهرباء. والهدف الثاني يا كهرباء. الهدف الثاني يا كهرباء. القاهرة منورة بكهرباء والأهلي منور القاهرة ومصر ومنور افريقيا بالهدف الثاني. 2-0. المباراة تنتهي في 5 دقائق. انهيار معنوي ودفاعي. قلت لك لن تنتهي 1-0. استنيت صاحبك باش تحل الشبكة يا بواليا. هل منحت لبدر بانون؟ بدر يتقدم بدر يتقدم بدر بانون وبروعه وجول. بدر بانون وبروعه وجول. هدفان مقابل هدف واحد. تصبح النتيجة الآن دائما لعناصر أفشة. ينفذ الكرة هايلة خطيرة وجول. خطيرة وجول وهدف التعديل. حتى في أصعب الظروف فريق مثله ما صارت النتيجة الآن مشاهدي الأفاضل بشكل رائع. التوزيعة كانت رائعة جدا. تخلص الكرات. ودي كرة أفشة والرأسية وهي يا ولد هي جول محمد شريف. الأولى بالراس ما جاتش لكن بإصرار وأي إصرار ورغبة وأي رغبة من جانب محمد شريف اللي بيسجل ثالث أهدافه الإفريقية مع النادي الأهلي أمامنا هنا. ارتداد إلى أجاييه، المرور والتوغل. أجاييه يسجل. كرة ترتد من القائم. بص شوف أجاييه أمامنا هنا يصنع الفارق في هذه اللقطة بمرور رائع. القائم يرد ولكن محمد استلم على طول. كرة السولية إلى أفشة ملعوبة حلوة قوي. وادي مروان البديل الذي دخل منذ لحظات. مروان محسن أمامنا هنا في مباراة المظاليم. إروان يسجل مع دخول مروان محسن أمامنا هنا في هذه اللقطة الذي كان قد سجل من قبل في مع أفشة على طول. عارفين قيمته، واخد احسن لاعب في الجوله اللي فاتت. يا ولد محمد شريف من البدايه مخيف. يا لطيف يا لطيف.
للنادي الاهلي في اول 90 ثانيه ان النادي الاهلي انفرد انفراد كامل ووصل للمرمى مرتين. هذه المره ينجح محمد شريف بعدما اقتحم منطقه الجزاء ويسجل هدف. ضاعت منه فرصه كانت سهله جدا، 1 على 1 هيعدي هيفوت بالعرض ولا هيشوط لا 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 جول 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 جول. هو ان خالد بيبو اعاد دوري ابطال افريقيا والسوبر والهاتريك اللي سجله في النهائي الافريقي. نقول على قفشه بالفعل انه احد العظماء اللي اعادوا النادي الاهلي لدوري ابطال افريقيا. توت 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 جمهورك يا ولدي مبسوط. بالعرض يا ولدي، بالعرض يا ولدي، من بدري من بدري. الله 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 الله، بالثلاثه عملوها خلصوها. ويلحق الخساره الاكبر بفريق فيتا كلوب، واحد من الانديه الكبيره في القاره الافريقيه، لكنه يواجه كبير الكبار ويسجل بالفعل محمد طاهر الهدف الثالث للنادي الاهلي. بولي عملها كويس، اعتقدت انه اتاخر في البدايه لكنه باصص وشايف اول طاهر موقف 1 ضد 1 بيسدد حلو. طاهر هي طاهر امامنا هنا. طاهر محمد طاهر يضع الاهلي في البدايه والانطلاقه. هذا هو الاهلي. نادي يملك خبرات، وهي الغلطه شكرا اونيانجو. صلاح يا صلاح هنا امامنا هنا في هذه اللقطه. صلاح محسن بقول لحضراتكم يستحق ان يشارك امامنا هنا. خطا قاتل كمين من جانب اونيانجو، وهدف اهلاوي في الدقيقه 89 عن طريق صلاح محسن اللي لازم يشتغل. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.